ده باب عربيه وده باب مصفح مصري بنفس مواصفات الباب التركي المحترم، وهما الاثنين بيتصنعوا هنا. وفي اخر الفيديو في حد هيكسب معانا باب مصفح من سكيورا دورز. الباب المصفح بيكون عباره عن حلق وتصفيح، واكتر حاجه بتحدد جوده الباب ده وسعره هي تخانه الصاج. عشان كده في باب تركي ممكن يكون ب 8000 جنيه وباب تاني تلاقيه ب 18000. تخانه الصاج في باب سكيورا بتكون ملي و2 من 10 في الحلق، والتصفيح بيكون 8 من 10، ودي اعلى كواليتي في الباب التركي. وفي ابواب تركي اسعار قليله بتكون تخانه الحلق بتاعتها 8 من 10 والتصفيح بيكون 3 او 4 من 10. بناخد الصاج يتقطع على المقص ويدخل على التنايات، وده شكله بعد ما يخلص ويتكبس عليه اللوجو، وبعدين يتثبت على الفيكتشر ويتلحم عشان نتاكد ان الزوايا مظبوطه، وبعدين بيفنش الزاويه بالصاروخ مكان اللحام عشان تبقى ما فيهاش غلطه. وبعدين الباب بيدخل في خط دهان الكتروستاتيك ويعدي في مراحل الغسيل بجريزنج 1 و2 ورينسنج 1 و2 والباسيفيشن، وبعدين يتجفف ويترش بالروبوتس ويطلع باب مدهون يخش على الفرن والباقي يكمله في الخط. وبعدين الباب بيروح على منطقة التجميع يركب كالون هوك تركي ويحط الصوف الصخري عشان عزل الصوت، وبعدين نركب الخشب والاكسسوارز التركي. وفي ديزاينز كتير مختلفة من الابواب الميلامين والميلامين ستانلس والابواب ال 3 دي واللوكجري، وده بيكون فيه شغل اكتر في الخشب. وبعدين التغليف للباب بالكامل عشان يحافظ عليه ويطلع لك باب مصري محترم جودة عالية جدا، وضمان حقيقي من مصنع EEI في المنطقة الصناعية في 6 اكتوبر اللي هو بيصنع سيارات لنيسان وشيفروليه واجهزة كهربائية زي بوش وبيكو وكارير والعربي. لو عايز تكسب باب مصفح اكتب كومنت واعمل فولو لسكيورا دورز، وهنختار كومنت عشوائي وفي حد هيكسب باب مصفح. اي خدمة يا عم. معلومة من المعمل.